لو انت مبتدئه ونفسك تعملي تورتيه في البيت ومش عارفه تعمليها، من النهارده ان شاء الله تعمليها مع تزيين بسيط ومكونات بسيطه جدا، من غير دقيق سبونج، من غير عجان. وكمان ممكن تعمليها بالمضرب العادي وممكن تعمليها برضو بالخلاط. سهله جدا جدا وان شاء الله ناجحه معاكي من اول مره. والتزيين بسيط زي ما حضرتك شايفه كده، باقل الامكانيات. بجد هتعملي احلى تورتيه. تورتيه من دي كانت بتاعه عيد ميلاد لين بنت اختي، ربنا يبارك في عمرها وصحتها يا رب، حبيبه قلبي. انا قلت لها ما تجيبهاش من بره، انا هعملها هديه لين. وعملتها لها كده بجد، ما خدتش مني اي وقت، وشكروا في طعمها جدا بتكات بسيطه تخلي طعمها روعه. تعال نشوف عملناها ازاي. انا جبت كوبايتين من الدقيق، وحطيت حوالي معلقتين كبار او 3 من الكاكاو. يعني هي المجموع كله هيبقى كوبايتين وربع. هيبقى ايه؟ كوبايتين وربع. يبقى 3 معالق كبار مليانين من الكاكاو الخام الاسباني، دول كان اخر 3 معالق عندي اصلا. وكوبايتين من الدقيق العادي. بس عايزه اقول لكم على حاجه للامانه، انا ما جبتش دقيق سبونج، بس لازم يكون الدقيق متخصص للكيكات، مش اي دقيق تحطيه. وكمان معلقتين كبار هرميين مليانين من النشا. ان شاء الله باذن الله اسيب لكم كل المقادير دي برضو والمكونات في صندوق الوصف. وباكو من البيكنج باودر، او معلقه كبيره. اللي ما عندهاش بيكنج باودر بواكي، عندها مثلا كميه، هي معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر. طبعا الخليط ده كله نخلته اكتر من مره، يعني نخلته مره واتنين وتلاته علشان يبقى هش معاكي. كمان حطيت معلقه كبيره من اللبن البودره. طب انت حطيتي لبن بودر ليه؟ عشان انا هحطها اعملها بميه، مش هعملها بلبن. لو انت عايزه تعمليها بلبن ممكن تشيلي الميه وتحطي لبن. بس انا يعني انا بوريكم ان هي قدين مش مكلفه وباقل الامكانيات ممكن تعمليها. وكمان هعملها ب4 بيضات بس. وكمان البيض اللي معايا كان بيض بلدي. يعني انت لو عندك بيض اللي هي البيض المحلات الابيض الكبير ممكن تعملي 3 بيضات بس لو هو بيض كبير. لكن زي ما حضراتكم شايفين عارفين البيض البلدي ما بقاش كبير قوي. كمان معايا رشه من الفانيليا، او باكوين من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايله حطي. ومعلقه كبيره من الخل. طبعا طالما في بيض يبقى فانيليا وخل. الخل كمان بيشيل ريحه الزفاره، وكمان بيخلي الكيكه هشه كده وجميله من قلبها من جوه. معايا كمان حوالي كوبايه وربع من السكر، وبفضل يعني السكر يكون ابيض. وعلى فكره لو عندك سكر تموين حطي، مش هيبان. طالما انت هتعملي الكيكه بالشوكولاته كده كده مش هيبان. لكن انت لو تعملها فانيليا مش، وهتشيلي لو انت هتعملها فانيليا هتشيلي ال3 معالق الكاكاو الاسباني من المقادير، وهتحط مكانهم دقيق. وكمان هتعملي بقى سكر ابيض علشان تطلع لونها فاتح وجميل كده زي ما انت بتشوفيها في المحلات. هضرب الاول البيض مع السكر مع الفانيليا ومعلقه الخل، هضربهم كويس جدا جدا. بعد ما اضربهم كده كويس، شوفوا بقى التكايه اللي انا حطيتها حلوه قوي، فرقت بجد في طعمها. حطيت معلقه كبيره من اللهم صل على النبي، معلقه كبيره من انا نسيت يا جماعه من النسكافيه البلاك طبعا. وحطيتها في كوبايه ميه بتغلي، كوبايه من الميه اللي بتغلي، وضربتهم كده وحطيتهم على جنب. واحط كمان حوالي نص كوبايه من الزيت. شوف الميه اللي نازله ميه بتغلي، يعني كوبايه ميه مغليه حطيت فيها معلقه كبيره من النسكافيه عشان تديها ريحه وطعم النسكافيه كده. عايزه تشيل النسكافيه خالص مفيش اي مشكله خالص، هيبقى كوبايه ميه بتغلي بس. ده اللي حابب وبيحب طعم القهوه وريحه النسكافيه فيها. تمام. بدأت بقى خلاص خلطت الخليط، بدأت ان انا انزل واحده واحده كده بالدقيق. لما خلطته كويس، على فكره عايزه اقول لك على ملحوظه كمان، يا ريت ما تضربيش الدقيق كتير، يعني كتر ضرب الدقيق مع السوائل كتير هيخلي فيها فراغات من جوه. وبالفعل انا ضربتها شويه حلوين، كانت فيها فراغات من جوه. طبعا كده كده بتتضرب في الكريمه ما بتبانش خالص نهائي، بس بقول لك يعني معلومه، يعني ما تضربيش كتير، مجرد ما الخليط يختلط خلاص. طبعا والضرب في اتجاه واحد. وطبعا بلاش لو مش عندك مضرب كهربائي زي اللي عندي خالص، ممكن الخليط تعمليه بنفس الخطوات في الخلاط، وبعد ما تخلطي الخليط السائل تحطيه على الدقيق وتبداي تقلبي في اتجاه واحد بالمضرب عادي خالص، المضرب اللي هو السلك، وهيبقى معاكي زي العسل. هيها ما توقفيش نفسك على حاجه. ما عندكيش خلاط، طب بالمضرب السلك واعملي المكونات زي ما انا عملتها بالمضرب العادي برضه هتطلع زي العسل. بالنسبه للتسويه، حطيتها على درجه حراره 180، كنت مولعه الفرن من قبلها. اول ما اشتغلت كده ولعت الفرن وحطيتها في الفرن من الوسط، وقعدت معايا حوالي 35 دقيقه. طبعا دي على حسب فرنك برضه. اختبرتها بالخله خلاص لقيتها ما بتطلعش، الخله طالعه نظيفه ما فيهاش عجين. بدات اطلعها، حطيت طبعا ورقه زبده طبعا وانا بحط الخليط علشان خاطر الخليط يعني اطلعه بكل سهوله من الصينيه.
طبعا انا سبتها يوم كامل، انا كنت عملتها بالليل وسبتها لتاني يوم الصبح، يعني انا سبتها لتاني يوم الصبح، ما اشتغلتش فيها الا تاني يوم. ومع ان دي مش دي سبونج، بس بسم الله ما شاء الله بصوا طالعه هشه وطريه وحلوه قوي متماسكه ازاي، وكمان مش مفروله مني ولا متبهدله ولا اي حاجه. طبعا علشان دي دقيق مخصص للكيكات. قسمتها اهوت، بص الفراغات اللي فيها، بس كل دي بالدايره في الحشوه، مش بيبان اي حاجه من ده خالص. طبعا كنت هعملها عايزه اشيل الحته اللي فوق ديت، لان الحته اللي فوق ديت دايما بتلزق، اللي هي بتبقى في الكيكه من فوق بتلزق كده وبتلزق في البق. وصلت بقى يا حبايب قلبي لغايه هنا. انا عايزه افكركم باللايك، لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وتتك على الجرس واختاري كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. حشت كمان الحته اللي فوق اهيت قشرتها زي ما حضراتكم شايفين. انا عايزه اجيب لكم خطوه خطوه زي ما قلت لكم كل الفراغات اللي في الكيك ديت، بسبب ان انا ضربتها كتير. انا برضو بقول لكم على امانه وعلى كل الملحوظات اللي فيها، بس لا هتفرق في طعمها ولا هتفرق في اي حاجه، كده كده بتدير زي ما قلت لكم في الكريمه. جبت ربع كيلو من الكريم الخام، اللي هي كوبايتين كبار، اللي هو كريمه خام اللي هي بدون سكر، ما عليهاش سكر. وحطيت عليها حوالي قول نص مثلا كوبايه سكر، اللي هو 4 معالق كبار من السكر. وهضربها بالميه ساقعه متلجه، ولازم الميه تكون متلجه. تمام. الميه لو مش متلجه الكريمه هتطلع نتيجتها وحشه جدا. وعايزه اقول لكم برضو للامانه، هي الكيكه ديت كانت محتاجه حوالي كوبايه ونص بس من الكريم شانتيه، كانت هتكفيها وهتبقى تمام. يعني انا الكوبايتين او الربع كيلو اللي حطيتهم، شفت الميه ساعه متلجه مشبره خالص ازاي، اللي انا حطيتهم دول فاض منهم حوالي، يعني فاض منهم شويه كويسين يعني، بس انا استغلتهم في ايه، في حاجه تانية. تمام. هبدا بقى ان انا اضرب بالمضرب كده الكهربائي. تمام. وعلى فكره ممكن تضربها برضو طالما الميه ساقعه معاكي متلجه، ممكن تعمليها بالمضرب العادي اللي هو بتاع البيت، اللي هو المضرب السلك، بس هتاخد منك بس وقت كبير في العمايل عشان تطلعي النتيجه. تمام. ويا ريت بقى يا حبايبي اللي ما عندهاش المضرب الكهربائي ديت، بجد اللي بيحب يعمل حلويات في البيت على طول وبيحب يعمل الحاجات ديت للولاد، بيحب يعمل تورتات جاتوهات، الحاجات اللي هي بتحتاج مضرب كهربائي دي، حاولوا ان انتوا تشتروه في ماركات مش معروفه. ماركات يعني انا الماركه بتاعتي اللي انا جايباها ديت انا جايباها من 2-3 ومش معروفه وكويسه جدا ما شاء الله وشغاله معايا وتمام ما شاء الله لا قوه الا بالله، والمضرب زي الفل يعني، مش عامل اي عائق معايا يعني، ما شاء الله شغال وكويس. اعمل تورتايه، اعمل جاتوه، اعمل كريمه، بجد مش في غنى عنه. كان معايا شوكولاته اللي هي جيليو اللي هو السايح ديت، هي الشوكولاته اللي احنا بنشتريها جاهزه دي، حطيت منها شويه على الكريمه عشان اعملها بيت شوكولاته. ممكن لو عندك نوتيلا تسيحي شويه نوتيلا وتحطيها، بس اوعي تحطي النوتيلا السايحه وهي سخنه، هتبوظ لك الكريمه وهتخرزها لك، لازم تبرد الاول وتحطيها، او عندك شوكولاته خام عايزه تسيحها وحطها ما فيش اي مشكله. برضو انا استخدمت نفس النسكافيه برضو اهوت، وحطيته في نص كوبايه من الميه، معلقه مع نص كوبايه من الميه مع معلقه كبيره او معلقتين من السكر البودر، او لو عندك سكر عادي ما فيش اي مشكله. دي التشريبه اللي انا هشرب بيها الكيك. طبعا ممكن تستغني عن التشريبه ديت وتعملي لبن بس وعلى شويه سكر وتسقسقي بيهم الكيكه كده، او ممكن تحطي اللهم صل على النبي معلقه كبيره من العسل النحل وتقلبيها، او سيرب خفيف المتوفر عندك. طبعا بدات طبعا هحشي الكيكه عادي خالص، ما بتاخدش اي وقت، في كيس حلواني او في كيس تلاجة لو عندك، وبتحشي الكيكه كده وتبداي توزعي الخليط بتاع الكريمه على الكيك كده وتسويه وتحطي الطبقه اللي بعدها. ولما احط الطبقه اللي بعدها برضو ممكن تحطي بين الحشو كده، ممكن تحطي مكسرات، بس انا بصراحه ما كانش متوفر ساعتها مكسرات. ممكن تحطي فاكهه، تقطعي كده قطع فراوله او قطع مانجا وتحطيها مع فوق الكريمه كده، وعليها شويه كريمه من فوق برضو عشان تمسكها. اللي عايزه تسيبها ساده كده زي ما انا عاملاها ما فيش اي مشكله، عايزه شويه شوكولاته من عندك تحطهم في النص كده ما فيش اي مشكله. طبعا الطبقه الثانيه هيت، وهعمل زي ما انا عملت في الطبقه الاولانيه، يعني الثلاث طبقات اعملهم زي ما انا عملتهم كده، هسقسقهم وابدا احط عليها الكريمه من فوق والطبقه اللي بعدها. سهله ما فيهاش اي حاجه. انا عايزه اقول لكم بقى حبايبي اللي زي مش محترفين في التزيين، يعني انا يعتبر مش محترفه خالص في التزيين طبعا، لان هي دي مش شغلتي برضو مش الاساس، بس بصراحه انا بحب اعمل الحاجات دي جدا في البيت، ما بحبش اشتريها من بره، ببقى ضامنه اكتر نظافتها وعاملاها على ايدي. وعايزه اقول لكم والله العظيم بجد الطعم جبار، احسن من بره كتير كتير كتير. يعني انت لو هتشتريها من بره استحاله تبقى بالطعم والحلاوه والجمال اللي انت بتعمليه في البيت، حتى لو هي شكلها مش حلو، يعني حتى لو هي في تزيينها مش قد كده، بس انت خدماها حاطه فيها كريمه كتير، كمان كفايه نظافه، يعني كفايه نظافه اللي انت عاملاها بيها وعارفه انت عاملاها ازاي وبايدك، وشكل البيض عامل ازاي، ولا الحاجات دي كلها بتفرق بصراحه. ما بقتش احب اشتري اي حاجه من بره،
مش بقيت اضمن حتى لو انا واثقه في العميله اللي انا بجيب منها يعني، او اللي انا الزبون يعني اللي انا يعني اللي انا هشتغل مع انا هجيب منها يعني او المحل او ايا كان. لا مش ضمنها زي ما انا بعملها في البيت. بجد اللي في البيت دي جميله جدا. بسويها عادي بقى، وحطيت الطبقه الثالثه وحطيت عليها، وهبدا ان انا احط من الجناب كده برضو علشان خاطر اسويهم بسكريبر بقى او اي حاجه. ببدا ان انا اسويها، لو عندك مسطره تكون نظيفه كده مخصصه للمطبخ، اي حاجه كده ببدا اسويها. التسويه دي ما بتاخدش اي حاجه. تمام. انا مش عايزه اطول عليكم، ادينا على قد ما قدرت جلستها او سويتها من الجناب ومن فوق. عايزه بقى اللي وصل معايا لغايه هنا بقى دعوه حلوه بقى لين بنت اختي، ويقول لها كل سنه وانت طيبه، وفي الكومنتات وفرحوها بقى. عملت بقى شوكولاته ديت، انا شوكولاته خام انا سيحتها على حمام مائي على البخار يعني، وساحت كده زي ما حضراتكم شايفين. حطيت عليها حوالي 4 معالق من الميه. لو متوفر لبن حطي لبن، انا بصراحه ما كانش متوفر عندي اللبن والله، فحطيت ميه بس. كان طعمها دسم وجميله جدا، لان نوع الشوكولاته الخام اللي انا جايباها كانت كويسه جدا. بصراحه اختي شكرت لي فيها جدا وفي طعمها، وقالت لي كمان مع انها ما كانتش تعرف ان هي معموله بميه مش بلبن، قالت لي الشوكولاته دسمه وحلوه قوي ما شاء الله. والكيكه ديت يعني او التورتيه ديت كانت مخدومه قوي. عجبتهم بصراحه، الحمد لله بالف هنا وشفا يعني. بس طبعا للاسف انا ما عرفتش افتحها معاكم، كنت نفسي اوريكم طبقاتها من جوه وشكلها من جوه، شكلها تحفه جدا ومتساويه وجميله قوي. بس طبعا الكيكيه ديت او التورتيه ديت فكانت راحالها، فمش ينفع ان انا افتحها معاكم. بجد حلوه قوي قوي، انا عايزاكم تجربوها بجد. انا مش اول مره اعملها، انا على طول بعملها هنا في البيت ومعتمداها عندي. على فكره بمناسبه او غير مناسبه انا برضو بحب اعملها. الولاد بيتبسطوا فيها وبيحبوها جدا وطعمها حلو. انا حتى لما اكون يعني خلاص مزنوقه فيها قوي ومش قادره ان انا اعملها، او مش متوفر عندي الخامات واشتريتها من بره، مش بيحبوها ابدا، بيقولوا مش زي اللي انت بتعملها في البيت. تزيين بقى بسيط، روزيتات كده من فوق. عملت كده كمان شويه روزيتات كده صغننين جنبهم، كريس كده قطعته انصاف، او لو ممكن تقطعها على 3 كمان، احنا بس حاطينه للزينه بس وللشكل مش اكتر. بجد يعني تزيين بسيط خالص، وشكلها كان حلو قوي وشكروا فيها. وبألف هنا وشفا. عندك بقى عيد ميلاد، عندك اي مناسبه عايزه تعملها كده تفرحه كده للاولاد، سهله جدا 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 في البيت، ما خدتش اي وقت وخطواتها سهله. طب انت عايزه تعمليها وتاكليها في نفس اليوم، ممكن تعمليها الصبح وتبداي تزيني فيها بعد العصر كده، هتتقطع معاك وهتتزين. اهم حاجه ما يعديش عليها اقل من 4 ساعات عشان تعرفي تقطعها ما تتهريش منك. وبألف هنا وشفا اللي يقدمها اللي يعملها باذن الله بعد كده ويجربها. اي بقى شويه بقى شوكولاته شيبس ماشي، فورماسيل ماشي، اي حركه كده بس عشان تغير شكلها وتخليها شكلها حلو زي ما حضراتكم شايفين. ما تنسونوش بقى في اللايك، عايزه لايكات كتير. ويا ريت يا حبايب قلبي اللي بحبوا ام عمر شير كتير للفيديو لاصحابكم وحبايبكم. ايه رأيكم؟ هي بسيطة خالص بس بجد شكلها حلو وكان طعمها احلى يعني. حتى لو انا زي ما قلت لكم مش محترفة قد كده في التزيين، بس بجد كان الحمد لله رب العالمين بجد شكروا فيها جدا. وانا زي ما قلت لكم مش اول مرة اعملها، بعملها بتبقى طعمها خرافة. حاجة البيت بجد بتفرق، جربيها واعمليها في البيت وامشي على نفس التكات. بس زي ما قلت لك هتيجي هات الدقيق مخصص للكيك، مرسوم عليه كيك او كب كيك او اي حاجة يكون مخصصة للكيك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامة.